الإمام محمد الأمين الشنقيطي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، وهو من أئمة العلم المعاصرين، يحفظ كل دواوين السنة رحمه الله، عالم مبرز في اللغة، يقول: أحفظ لسان العرب. لسان العرب اللي إحنا بالكاد تعرف تفتح وتستخدمه. عندما يستظهر شعر العرب تتخيل رجل سقط من العصر الجاهلي من شدة استحضاره للآثار للنصوص. ورد عنه، كان يذكر عنه بعض تلاميذه، قال: ما من آية إلا اطلعت على أقوال كل من فسرها من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إمام عملاق جبل رحمه الله رحمة واسعة، متوسع في كل الفنون، في أصول الفقه، ألفيات أصول الفقه في رأسه، لما يشرحها وكأنه يتكلم في قل هو الله أحد. لما يتكلم بالفقه المالكي وهو من أئمة الفقه المالكي والفقه المقارن، كل مذاهب الفقه في رأسه، يتكلم بسجية تامة. لما يتكلم في التفسير، وله كتاب تفسير عظيم اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يتكلم بسجية عالية، يجمع لك كل نصوص الوحيين مع كلام العرب، مع كلام الصحابة والتابعين والأتباع والأئمة، ويناقش نقاش عالي ويعطيك خلاصات وقواعد كلها في رأسه. كان في بلاد الحجاز في المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين، فجاءت خالاته وعماته من شنقيط من موريتانيا في موسم الحج، نساء كبيرات في السن، طلعت على الحج في رحلة حج، فالتقى بهن في مكة المكرمة، فقال لها: ما عندكن؟ ماذا تحفظن؟ فقالت: فقلنا: أما كتاب الله فهذا من الأبجديات. كل الختيارات هناك حفظات كتاب الله، عندهم ورد صباح ومساء وقيام ليل في قيام الليل. قال: وأما الكتب الستة فهي فاكهتنا في المجالس. تخيل الحج فلانة والحج أم فلان قاعدين بيسردوا إيش؟ سنن أبي داود ولا سنن الترمذي ولا ابن ماجه، وهي ختيارة كبيرة في السن ليست فقيهة، لكن لما يصير العلم جزء من النسيج الاجتماعي والعائلي تظهر بركات وأنوار لا تعرف في غير هذا. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: سمعت الفرائض من خالتي، درست النحو في مجالس فلانة من خالاتي من عماتي. فأخذ العلم كله كما يأخذ أبنائنا الهاتف الآن. المرة هسه كلها تخلص إيه شو بتسوي فيه؟ بتحطه على الآيباد. كيف الآيباد كان في زماننا؟ العلم الشرعي كان في زمانهم، فخرجوا لنا عماليق خلدهم التاريخ إلى يومنا هذا. نعم.